افتح الطريق يا ابني عشان ما بشوفش قدامي، افتح الطريق. لو الشباب قليلين حاجة شوية والله كانت صارت 10، كان دبلناها واعطيناكم هي، ولكن يعني 5 تكفي. الف مبروك الاتحاد وهارد لك اللي الخدود. اليوم البنز طلع حرة السوبر هنا، والله شال كل شيء، يعني شال الاتحاد على ظهره، وشال كورة الهاتريك، وشال جائزة رجل المباراة، وشال كرامة حارس الخدود. يعني هذه خالصين منها هذه، رغم انه صامويل كان متمسك فيها، والله كان متمسك فيها ويصد من هنا ومن هنا، ولكن بنزيما خلاه يطلع بتقييم اقل من اونانا، 4 تقييمه 4. قبل نكمل عزيزي المشاهد لا تنسى الاضافه، اضغط الزائد الله يزيد قبولك، تصير كذا في قبول زي كانتي كذا والناس كلها تحبك. بعيدا عن الفوز والنتيجه وكل شيء، انا اليوم يا اخوان قاعد استمتع بالنظر الى كانتي، وحشني ابغى اشوف الصلعه السوداء هذه، اقسم بالله اشتقت لك، والله احبك واشتقت لك. واي واحد يقول ما نبغى كانتي وشوفوا اليوم ما ظهر، اقسم بالله هذا صعوبات تعلم في الغالب، 99% صعوبات تعلم، لانه كانتي اكيد ما حيظهر في مباراه هبله زي كذا، مع احترامي الشديد يعني سهله مباراه سهله كانتي يظهر فيها. ليش كانتي يظهر؟ لما انت ورطان ماسك قلبك كذا هو يطلع لك. الفريق كله ما قصر اليوم يعطيكم العافيه، ولكن بتخموني قال لك وتفوزوا 5 اول مباراه عشان اسكت، والله مش ساكت. نبغى لعيبه، نبغى محور صانع، ونبغى مدرب، ونبغى كل شيء، نبغى كل شيء افضل شيء. لايك فولو شير وتعالوا الاصفر في الباو يا اخوان، يا اخوان تعالوا، ترى طول الوقت هناك اصور وحركات وذا، تعالوا يلا الله يسعدكم، صلوا على النبي، سلام عليكم. مبروك يا اتحاديه، تحسبون لقمه سهله صح؟ شفتونا هزمنا في السوبر ونهزمنا في الوديات، قلت ذولي خلاص ما عرفنا لهم، لا ما نطلع لك من كل كذا، نطلع لك من كل مكان. ما اقول لك شيء، انت جننتني، انت جايب لي انفصام شخصي. شوف كنت مبسوط قبل شويه، الحين انا زعلان. انت جبت لي انفصام شخصيه، انا ما عاد ادري ايش اسوي معاك، اقسم بالله ما عاد قد جنني في حياتي الا انت. ما ادري انت كويس ولا انت زفت الطين. ابن الحلال وريني وجهك الحقيقي يا حربه متقلب الالوان انت، مره طالع لي كذا مره طالع لي كذا، ما عرفت لك، انت جننتني تراك والله. مهند شنقيطي يا حبيب قلبي، ما في حياتي ما قد شفت احد يجلس بعدين يرفع رجل واحده ويشوت الكوره برجل الثانيه ويطرفها لهم ويجيبونها هدف الا انت. طرفت انا اليوم، طرفت. تعرف يوم واحد مخبر يعلم علينا، انت مخبر علمت علينا اليوم خليتهم يجيبون هدف فين. طيب الحين حيرتونا، الحين نطرد مين ونخلي مين؟ كلكم كويسين اليوم، انتوا ليش تحيرون؟ المفروض اليوم لازم يطلع واحد فيكم سيء عشان نسبه ويطلع. نطرد مين؟ انا اشوف نطرد عوض الناشري، ما في لون نحطها فيه، ما مسكين ما في لون نحطها فيه وخلاص، نطرد نجيب واحد ثاني وخلاص. ما في اليوم كلهم كويس، ايش اسوي بقى؟ ايش اسوي فيكم؟ والله انها شغله. تبغى عطر اصلي وبراند وتكشخ فيه وريحته حلوه وسعر كويس؟ براند ساره العطور العالميه، عطور مضمونه واصليه، تبدا اسعارهم من 95 ريال بمناسبه اليوم الوطني، الرابط في البايو. هاتريك يا معلم، الهاتريك لكريم بنزيما. شكرا يا بنزيما يا شيخ، شكرا للاتحاد، ألف مبروك لجمهور الاتحاد، نستاهل الفوز يا جماعة الخير. 5 على عيون الحاسدين، 5 اللي كانوا يتمنوا هزيمة الاتحاد اليوم، 5 في عيون الشياطين كمان. عوار ما شاء الله تبارك الله اليوم قلب مودريتش يا جماعة الخير، قالوا له خلاص بتطلع انت كذا ولا كذا طالع، اليوم قلب مودريتش، تسوي كذا ولا تسوي كذا، انت طالع يا معلم. لكن شكرا صراحة، قدمت مباراة جميلة اليوم. خبر وين يا اخي، اموت في امك، انا اقسم بالله داشر كورة دا يا جماعة الخير، والله داشر يا عيال، دب كذا ما شاء الله، بيكاتشو ثقيل يخش في الناس يجري ما شاء الله، هذا شكله أسرع من عوار ذا، أقسم بالله أسرع. فترة توقف الدولي لن نشاهد الاتحاد لمدة 2 أسبوع. الجمال هذا يا أبويا، ليه يا أبوي ليه تخلينا نشتاق تلعب مباراتين تختفي الاتحاد ليه؟ لكن شوفتك والله أهم من المباراة، أقسم بالله. شكرا، متعة اليوم، كورة نظيفة، بس برضه عوار لازم برا يعني. يا جاري 5 ولا ومو عاجبهم الفريق، لهم أسبوعين شهرين وهم يطالبوا إن هم يبوا صفقات جديدة ويبغوا لاعبين جدد، وفازوا بال5. ما شاء الله تبارك الله عليكم، ما شاء الله تبارك الله عليكم، عشان بعدين لا تقولوا إن أنا سويت. ما شاء الله تبارك الله أول شيء، ولكن إيش كل المتعة هذه ومو عاجبكم الفريق؟ تبغوا إيش؟ تروحوا تلعبوا في دوري أبطال أوروبا؟ انت بعد كل هدف، بعد كل هاتريك، بعد كل شيء انت تسوي كذا، تثبت لمين انه انت الرقم 1؟ خلاص بنزيما نعرف انك مهاجم سفاح خلاص.
والله يا حظكم اتحادية بهذا المهاجم، بهذا الرجل بشكل عام داخل النادي. عندنا الحركة هذه هاتريك مساهمات، هذه المباراة، هذاك هاتريك أهداف، هذا هاتريك مساهمات. والله يا عيال احنا مقبلين على نسخة دوري شكلها تقريبا حتكون هي الأقوى في يعني في تاريخ الدوري السعودي. هذا حتكون الأقوى تقريبا، يعني الأندية الأربعة خلينا نقول حق الصندوق متكاملين. ألف مبروك يا شباب، الفوز المستحق 5-2 على الخدود. الفريق بحاجة إلى تدعيمات، الحمد لله الدعم مجانا 500 مليون ريال. انت ما انت قادر تجيب حارس زي العوادم من المحاسنة العبسي لشنقيطي. هذا عبسي ليش انت جايبه اصلا من الاتحاد، مثل المحاسنة، نفس الفشل. طب انا ايش ابغى ابو اضيف لي حارس القائمة حقتي بنفس ايش، نفس المحاسنة، بتويت من المحاسنة. طب ليش اعطوك الدعم؟ عشان تحطوا في الخزينة؟ لا، هذه الاموال تنفق على النادي لكي يجلب بطولات، مو عشان تدسها. في احد فيهم فهد سندي او الحسيني او اي واحد صارف شيء من حسابه الخاص عشان تقعدون، او الغامدي او اي واحد فيهم عشان تقعدون انتم تتبخرون على النادي بهذا الشكل؟ لا، ما في احد فيكم دافع شيء من جيبه. طب ليش الصفقات الفاشلة هذه؟ الاتحاد يحتاج بديل للصقور، الاتحاد يحتاج ظهير ايسر محلي، تمام؟ الاتحاد في وجهة نظري حتى لو عوار اليوم ادى اداء طيب، لكن بالنسبة لي انا عوار لا، لانه في افضل من عوار في السوق. لكن انتم ضيعتوا الانتقالات في المماطلة. انا محتاج لاعب بجودة محور 8 هجومي، لا مثلا زي بنيقة يلعب 8 يلعب 10، يلعب برضه محور متأخر، يعني لاعب عنده خصائص، تمام؟ يقدر يهدي الرتم، يرفع الرتم، ينظم الفريق من الخطوب، يلعب كرات ثابتة، يلعب فاولات، يلعب كرات طويلة. عوار ما عنده لا فاولات لا كرات ثابتة ولا كرات طويلة، وإنسان يعطيك مباراة جودة عالية، تمام؟ و3-4 مباريات ميت منتهي غير موجود تماما. ففي وجهة نظري، تمام، المدرب لو جاب كاس العالم انا ضده حرفيا. اول شيء على التيم اللي عندي، السكواد اللي عندي كله كبير، وهو يحارب اللاعبين الصغار. احمد الغامدي ليش مبعد؟ عوض الناشري موجود، الناشري افضل من احمد الغامدي بيش؟ لا شيء. طب ليش هذا اللاعب جالس العيش فيه عنده واسطة يتوكل على الله حرفيا؟ يعني انت الان بحاجة انك لمدرب متجدد مبتكر يلعب كرة هجومية حديثة يطور العناصر. هذه مش عند بلان، تمام؟ بلان ممكن يجيب لك مباراة يفحص كبدك، تمام، مباراة فوق و3 تحت. اتوقع في اجمل من هذه البدايه لكريم بنزيما مع نادي الاتحاد انه يسجل في اول مباراه هاتريك، وكان حيقدر يسجل سوبر هاتريك في اول مبارياته. واتوقع جالس يرسل رساله لنادي النصر وجواو فيليكس انه ترى موجود، مهما كان لاعب وسط مهاجم، انا موجود يا كريم بنزيما وممكن اخذ الهداف في هذا الموسم. بس اتوقع ايفنتوني له كلمه في هذا الموسم باذن الله، باذن الله. لو انا ما بدأت فيك فانا هضمت حقك. ايش هذا الاداء يا الحكومة؟ هاتريك رغم انكم ضيعتوا فرص كثيرة المفروض اليوم تنتهي 10 اهداف اقل شيء، ولكن هاتريك في اول مباراة واداء كبير من الحكومة بنزيما. ما اقدر غير اقول لك شكرا يا الحكومة. ألف مبروك جمهور الذهب، تحقيق أول انتصار في بداية مشوار الدوري. صراحة أنا ما شفت الاتحاد من زمان في افتتاحية الدوري بهذا الأداء اليوم. رغم أن الاتحاد انتصر بخماسية إلا أنها كانت المفروض تنتهي بأقل شيء 10 أهداف، كانت في رعونة أمام المرمى، ولكن الحمد لله أننا انتصرنا في مشوار الدوري أو في بداية مشوار الدوري. ولكن لا يعيب أنه هناك بعض الأخطاء الدفاعية اللي نتج عنها هدفين، ولكن أهم شيء أنه جبنا الفوز وتحقق أول انتصار. ألف مبروك جمهور الذهب. فأقل من نص ساعة كان له 3 مساهمات. هذا هو الجناح اللي يقول لك يصنع لك الفارق. مع احترامي لكل الأجنحة اليسار في الدوري،
بيرجوين هو الأفضل وهو الأول، شاء من شاء وأبى من أبى. تبغى ولا سخن؟ انتهى الكلام. هذا الفوز لا ينسينا ان نحن نبغى لسه لاعبين، نبغى نرفع جودة الفريق. في بعض اللاعبين انتهى وقتهم مع نادي الاتحاد بغض النظر عن الفوز اليوم، ولكن لازم نرفع جودة الفريق في باقي مشوار الدوري. يا رئيسنا يا فهد سندي، التفت لطلبات الجمهور، باقي وقت قليل على الفترة، لازم ندعم بلاعبين جدد يرفعوا جودة الفريق إلى مستوى كبير. يا فهد سندي ما في وقت. لايك فولو شير رصد في البايو، يعطيكم العافية. شوفكم كلكم فرحانين ومبسوطين على الفوز، لكن ما تدرون وش المصايب اللي ممكن نواجهها مستقبلا. يا عيال صعب اننا نحكم على الفريق من مباراة واحدة، ما يصير يا عيال. وضد مين؟ ضد الأخدود، ما تقدر تحكم ابدا، لكن هذا ما يمنع اننا ما نفرح يا عيال. فزنا لازم نفرح يا عيال. تعالوا خلوني اعطيكم احصائية حلوة خرافية قبل ان نكمل. تبي تتابع جميع دوريات العالم ب 15 ريال، تقدر تتابع كل شيء، مباريات، مسلسلات، افلام بدون تقطيع، وعليه ضمان الرابط في البايو. الحق الحكومة يا عيال سجل هاتريك وصدارة الهدافين يا عيال. لكن الأكثر جنونا يا عيال عند هذا الرجل بيرجوين. وش سوى هذا الرجل؟ تخيل يا عيال بيرجوين 3 مساهمات خلال 30 دقيقة يا عيال، 3 مساهمات. وش ذا يا عيال؟ يا عيال ذا داهية، قسم بالله داهية. يا أخي ما شاء الله. أنا عندي سؤال جوهري. اللي عندنا يقضي الحراس أقسم بالله العظيم أنت المفروض يشغلوك في مكتب DNA. أنت المفروض تسوي DNA للبشر. كيف قدرت تعوض المحاسنة بالسرعة دي؟ الحارس نفسه مربع اكس سواه المهاجم منك طاح في الارض من بعيد، مربع اكس من بعيد. بس طبعا على الاقل ما اخترع يعني. بس انتوا من فين كيف بتقدر تجيب حارس بنفس المواصفات؟ احنا دوبنا قلنا مع محاسنه مع السلامه، رحت جبت واحد ثاني من فين؟ مين ده اصلا؟ انا ما قد شفته. مين ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بس في اختراعات عندنا في النادي ده يا اخوان، بالصلاه على النبي. واضح رايكوفيتش حارس كويس، بس كل يومين معطوب. لازم يكون عندنا واحد احتياطي يقدر يوقف على رجله. اقسم بالله الاخدود كارثي، اقسم بالله الاخدود كارثي على جميع الاصعده، هجوم دفاع. انه يجيب عليك هدفين اليوم ويهددك. طبعا انا مضيعين 100 هدف ومسلسل تضييع الهجمات ده بيستمر، لكن يوصل لمرماك ويجيب هدفين، واحد منهم مربع اكس من بعيد. والله في اشياء لازم تتغير. ابى رقد انت فايز 5 زعلان ليه يا اخي؟ لا تفلي ما الامور طيبه. لان انا لي نظرة نفس الموسم اللي قعدنا نبكي فيه ونتبكبك. ها؟ انتوا بكيتوا فيه متأخر، انا بكيت من اول مرتين. فانا جايب البكيه من دحين. ان البكيه بعدين حتصير اسكت وادعموه، اما الحين اقشعوه. الحين نقدر نغير يا جماعة الخير، لازم نغير. دقيقة يمكننا تكرار ذلك. تكرار لا يا بنقا. يقول كريم بنزيما المذيع: نعم بإمكاننا تكرار تحقيق لقب الدوري والكاس زي الموسم اللي فات. يا رجل يا كريم، في هلال، في نصر، في أهلي، في قادسية. كريم لا يخشى أحد. ويقول: عملت بجد قبل انطلاق الموسم، نحن في حالة جيدة وأظن يمكننا تكرار ذلك. يا رجل كريم لا يخشى أحد. جهزوا أموركم، جهزوا أموركم. الاتحاد يكسب نادي الأخدود ب5-2. بنزيما اليوم سجل هاتريك، بس الصدر لمين؟ للنصر. الاتحاد المدرب هذا ما راح يستمر. جمهور الاتحاد رايكم مستوى ناديكم. في كذا لاعب مستواه نازل، كانتي رايح فيها، عوار، هل انت مع بقاهم ولا لا؟ ورايكم مستوى الاتحاد. حتى لو فاز 5 على الأخدود والله العلي العظيم وضعه غير مطمن وما يحتاج صفقات. الاتحاد ينتصر بخماسية كانت قابلة للدبل، مو بس للزيادة، للدبل، لولا تضييع الفرص السهلة. ألف مبروك لجمهور الاتحاد. الظاهر أنا شغلتي في هذا الموسم إني أنا أقعد أبارك حق الأندية، حق جمهور الأندية، جمهور الاتحاد، جمهور الأهلي، جمهور النصر، جمهور الهلال. هذه شغلتي إني أنا أبارك لهم. ومن غير سعادة الشعب، بنزيما سجل هاتريك ورد على فيليكس اللي سجل أمس هاتريك. بنزيما هذا هو بنزيما اللي احنا نعرفه. هذا هو بنزيما. لا تعطي بلنتيات، عطى لعب مفتوح، عطى هجمات، عطى 1-2، يكسر لك الملعب، يشخبط لك أي دفاع في العالم. يا جمهور الاتحاد، متجر سبورتيلو يوفر لكم تيشيرتات الاتحاد. تبي هذا الموسم، الموسم الماضي، الموسم اللي قبله، اطقم الاتحاد الكلاسيكيه 2009 الجيل الذهبي حق الاتحاد موجود في الرابط في البايو، وكود الخصم A44 يخصم لك 10%.
صح ان الاخدود مو خصم تحكم عليه مستوى الاتحاد، لكن الاتحاد ارجع واقول لك تراه منافس قوي على الدوري، ولا راح يفك اللقب الا بصعوبه. والله يا اخوان الدوري بادي مولع. ثاني خماسية في أول جولة في الدوري، لكن هذه المرة لأصفر جدة، وثاني هاتريك برضو من نصيب بنزيما اللي يمثل أصفر جدة. أصفر جدة وأصفر الرياض شغالين ما شاء الله تبارك الله. لكن يا اخوان 5 عن 5 تفرق. من الأخير 5 تطمن، و5 نوعا ما فيها قلق. 5 النصر كان بدفاع مرتب، 5 بشباك نظيفة. أما الاتحاد فاز بال5 لكن دخل في بابه هدفين. الوضع ما يطمن دفاعيا في الاتحاد، مع احترامي لجميع الأندية، لكن في أندية ما ينفع نسجل في بابك أكثر من هدف. لما تسجل في بابك أكثر من هدف فهو الوضع خطير عندك دفاعيا، حتى لو إنك فايز 10. أنت كاتحادي لازم تشيل هم. طيب لما تقابل أندية هجومها أقوى من هجوم الأخدود، كم حتلقم؟ إلى أهم ال3 نقاط. افرحوا فيها، لكن لازم تشتغلوا على دفاعكم الفترة الجاية. أتوقع الأفضل لكم مدافع أجنبي ثاني مع دانييلو. طولنا يا جماعة بال154,000، سوونا متابعة. الله 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 الله، الصدارة هص. انتهت الجولة الأولى والنصر متصدر، ونقول أص صدارة أص، ما هي بس ولا خس، هص صدارة هص. الأصفر الكبير في قمة دوري روشن السعودية، الأصفر الكبير واحد، النادي الكبير بالسعودية واحد، النادي الكبير في آسيا واحد، اسمه العالمي. ونقول صدارة هص، صدارة أص أص أص. من قبل المباراة أنا كنت متوقع تنتهي 4-1، انتهت 5. متوقع إنه أول مباراة في الدوري حنبدأ وحنشوف أداء وما شاء الله تبارك الله، وفريقنا ما نحتاج لا نحتاج. أول مباراة في الدوري ميسي إيش الباصات اللي تدفها والاختراقات والصقات اللب، يا عواد يو برضه ما نبغاك. تعرف لما تقول يعجز الكلام عن الوصف، والله كريم بنزيما يعجز الكلام عن الوصف. شكرا بنزيما، شكرا ديابي، شكرا بيرجوين. اليوم الفريق كان شكرا، لانه بكل امانه الخطوط كان جدا سيء، بالذات لاعبهم ده اللي سجل هدفين مو مصدق، بعيد عن انه حارسنا كان شكرا عبسي. اي هجمه على طول انبطحت. استنى شوف ايش بيسوي المهاجم. بس يعطيكم العافيه، دائما فايزين احنا، يعطيكم العافيه. وحلو انك تدخل لي لعيبه جدد كذا نهايه المباراه، زي هذا الجابر، ياسين الجابر ولا ما نعرف ايش اسمه، الجلدان جايبينه عشان يصور بس. الف مبروك ال3 نقاط، ويلا نتقابل ان شاء الله بعد اسبوعين، بعد فتره توقف، تلعب مباراه بعدين توقف اسبوعين. يهو كيف هذا الاتحاد؟ انتم متاكدين؟ انا عارف الاتحاد لسه قبل شويه مهزومين من النصر، رجعنا فزنا 5. كيف يا اخوان؟ والله كيف والله حتجنن يا اخوان. كيف المفروض اليوم ما نفوز والله 5، المفروض ندقهم 7 8 9. كيف اليوم بنزيما مسجل هاتريك، وبيريغوين مسجل وصانع، وفابينيو اللي نبغى نطلعه صنع هدف، وعوار اللي نبغى نطلعه سجل هدف بس انحسب هدف عكسي. ما شاء الله كل قوة نادي الاتحاد هذه، واحنا ما جبنا ولا صفقة أجنبية. لا إله إلا الله، الله يحفظنا من العد. هيا دحين جيبوا لنا النصر والهلال والأهلي مع بعض، أبغى جلودهم يا أخوان، أقسم بالله بالفريق حق السنة اللي فاتت نقدر نجلدهم يا أخوان وبنتيجة أكبر. جيبوهم يا أخوان. انفوخ له مبروك يا اتحادية، رغم الخذلان واختلاف الميزان وكلام كثير ما نبغى نتكلم فيه ولا علينا منه. يهمنا بنزيما ورفاقه داخل المستطيل الاخضر، والداعم الاول والاخير للاتحاد جمهور الاتحاد. يوم نقول انه الاتحاد ملك الجمهور، هنا قوة التأثير اللي ما يقدرون يجيبونها لا بدعم ولا بأي شيء. هنا جمهور اللي يصنع الفارق بإذن الله سبحانه وتعالى. سنتكاتف خلف الاتحاد، وهم خلي ميزانهم يسوي كذا، ما علينا منه. دعم ما همنا، يهمنا وقفة جمهور الاتحاد، لأنه هو اللي يصنع الفارق بإذن الله سبحانه وتعالى. متعودين على الخذلان كثير، ما هو أول موسم ولا آخر موسم حيكون، لكن هنا الفرق الحقيقي وقفة جمهور الاتحاد بإذن الله سبحانه وتعالى ستصنع الإنجاز بإذن الله سبحانه وتعالى، وكلنا خلف بنزيما ورفاقه. والله الاتحادية طلعوا دلوعين، صاجين وحالتهم حالة، وهم توهم جايبين الدوري والكاس بس عشان خسروا مباراة في السوبر ونبغى نغير المدرب والأجانب. شوف في أول مباراة في الدوري فايز ب5، أنت تبغى تغير وأنت فايز 5؟ يعني أدري تونا أول مباراة وصعب تتحكم، بس أبو إبراهيم سجل لك هاتريك، بنزيما اللي يتحكم بكل شيء يقول لك أنا موجود، لا تشيل هم. فأنا قاعد أقارن، بس أنا كنصراوي الحين في أفضل حالاتي فايز 5، أنت الحين تتكلم عنك في أسوأ أحوالك فايز 5 وتوك جايب الدوري والكاس، فلازم ما تصيرون مستعجلين. مع ذلك لازم نسوي صفقات، بس الزعل الواجد ذا ما أدري على وش.
عاجل رسميا انتهت الجولة الأولى، النصر بالصدارة بفارق الأهداف. الحين النصراوية بيرتاحون 13 يوم، الفارق كان أهداف بينه وبينكم. النصر بالصدارة بالماينوس عن الاتحاد موجب 2. الاتحاد وصيف، العميد ضرب بالخمسة اليوم كان مفروض. الخلجاوي ثالثا والهلال رابعا. يعني الهلال حتى هو منسحب ما قدر ياخذ الصدارة. مبروك لجمهور الاتحاد والنصر، لا يكفل اعطوني. اللي سوى هالتصميم وهالصورة دي لا أصيدك، لا تطيح بين يدي. إيش دخلك تسوي ترتيب دوري؟ من أمرك جوني من أمرك. يعني أول جولة مسوي ترتيب دوري كامل ليش؟ هذه نصيحة لك يا حبيبي، إذا بتسوي ترتيب دوري حط أول 5 أول 6 أول 7 بس، اللي تحت لا تسأل عنهم. إيش دخلك أنت أصلا؟ إيش دخلك؟ فضحنا فضحنا عند الرايح والجاي. صرنا 17 أشونا التعاون خسر 5 بس. الظاهر إن المباراة الجاية بناخذ الصدارة من التعاون، ما راح نخلي التعاون نتصدر، لا راح نتصدر ترتيب الدوري من تحت. هذا اللي تبون انتوا يا اللاعبين يا الإدارة، تبوا هذا يكون مركزنا، تبي الرايح والجاي يضحك علينا ويطقطق. الحين توقف لمدة 2 أسبوع، إن ما تسترجلوا المباراة الثانية تالله لن أرحم لاعب. مباراة أمس تغاضيت ونسيت اللي صار، أو تناسيت اللي صار. من المباراة الجاية بأجلد 1-1. والله مبروك، اليوم مستوى ونتيجة وفوقها كمان هاتريك بنزيما، ما في أحلى من كذا. وصدقوني ترى مو إحنا الجمهور اللي نتمنى خسارة فريقنا عشان نطلع نتكلم ونعيب في هذا الفريق. نعرف إحنا الخلل، حتى لو فزنا نعرف الخلل ونعرف إيش الاحتياج اللي إحنا نبغاه عشان إحنا نخلي فريقنا في المستقبل أفضل. اليوم ما شاء الله تبارك الله كل اللعيبة قدموا مستويات أعلى من اللي إحنا كنا نتوقعه، باستثناء كانتي، لأنه إحنا نعرف الظروف اللي صارت مع كانتي في اليومين هذه. شوف يا ابن الناس، أنا أقدر أقول لك والله نقدر نلعب بعوار، نقدر نكمل فيه الموسم، نقدر نكمل بفابينو، نقدر. بس هل بتحقق الدوري وبتنافس على آسيا والله أنا أقول لك بصريح العبارة، أكثر شيء ممكن تقدر تسويه إنك تحقق كأس الملك. كل اللي حولك حسن وكل اللي حولك ضبط تيجي أنت الوحيد وأنت عارف مشاكلك من الموسم اللي فاتت ما تعدلها. احتياجاتنا واضحة يا جماعة الخير، نبغى محور 6 ونبغى لاعب 10، لا تقعد تزيد وتعك في الكلام. احنا عارفين انه هذا لوران بلال ما حيمشي، عارفين وخلاص غسلنا يدنا من الموضوع هذا. لكن يا جماعة الخير كل الأندية وقعت وحسنت إلا الاتحاد باقي ما سوى ولا حاجة. لازم يفعل، الميزانية موجودة، القرار ما هو موجود، احنا كجمهور نخلي القرار يجي. ألف مبروك لحامل اللقب على هذا الفوز الجميل بال5، بداية حلوة وانطلاقة جميلة، والقادم بحول الله وقوته أجمل من كذا بإذن الله. لكن مع احترامي لفريق الأخدود إلا إنه فريق سيء وفوارق الجودة واضحة، لا وفوق هذا كله إلا إنهم سجلوا هدفين. فمن الأخير احتياجات الاتحاد واضحة، الفريق ما زال يحتاج لعناصر ترفع جودة الفريق. إن من الأخير فريقنا لازم يفكر على المدى الطويل، إنه والله العظيم يا هذا الجمهور إنه ما يستحق الخذلان قبل نهاية سوق الانتقالات نهائيا. بالنهاية نحب نشكر المهاجم الأول على هذا الهاتريك، قسما بالله العظيم مستحقة لرجل المباراة الحكومة بنزيما.